ما بتتخيلوا شو اللي صار معي بعد ولادة ابني بدقائق. زوجي اختفى وما عدت شفته. العريس اللي اختفى بليلة ولادة ابنه بسنة 2019 بمدينة اسطنبول بتركيا. كان في شاب اسمه كريم بيشتغل بمحل موبايلات صغير، وشخصيته هادية ومحبوبة. اتعرف على بنت اسمها هدى، كانت تشتغل بمعهد خياطة، وبينهم صارت قصة حب بسيطة وكل الناس شهدت بأخلاقه. بعد سنة اتقدم لخطبتها رسمي ودفع المهر كامل وحجز بيت صغير للأجار، وبدأوا حياة متواضعة. مرت الأشهر وكان كريم زوج مثالي، بيرجع على البيت بكير وبيجيب معه هدايا بسيطة لزوجته، وبيضحك مع جيرانه وبيمزح معهم، وحياته كتير طبيعية وحلوة. بعد سنة من الزواج صار عند هدى حمل، وكانت فرحتهم كبيرة، خصوصا انه هذا اول طفل إلهم. قبل موعد الولادة بأسبوع صار كريم متوتر شوي، وصار يطلع من البيت كتير، بس كان يقول عم حضر مفاجأة كبيرة للولد. وبليلة الولادة أخدها على المستشفى وضل جنبها طول الوقت، ومسك ايدها وطمنها بكلام حلو كتير. وبعد ساعات ولد الطفل، وكان طفل جميل جدا، وكان صوت بكائه مالئ الغرفة. كريم ابتسم وباس جبين هدى وقال لحظة وبرجع، بدي خبر أهلي. طلع من الغرفة ومشي بالممر وما رجع. مرت ساعة وساعتين وثلاث ساعات، هدى بلشت تقلق وسألت الممرضة عنه. قالت طلع من الباب الرئيسي وما شفناه بعدها. حاولوا يتصلوا فيه، موبايله كان مغلق وما حدا عرف وين راح. بعد يومين اجت الشرطة على المستشفى وسألوا عن كريم. قامت هدى خافت وقالت شو صاير. الضابط قال بهدوء زوجك مطلوب من زمان بقضية كبيرة، واكتشفوا انه كريم كان هربان من حكم سجن قديم من قبل ما يتزوج، وكان عايش باسم مزور، وهو عارف انه يوم من الايام رح ينكشف. ليلة ولادة ابنه وصل خبر للشرطة عن مكانه، فهرب قبل ما يوصلوا وترك زوجته وطفله وحياة كاملة وراه. وبعد أشهر انمسك كريم ودخل على السجن. أما هدى رجعت لبيت أهلها، حملت طفلة بإيدها وكان في جرح كبير بقلبها. مو أصعب لحظة بحياتها كانت الولادة، لكن أصعب لحظة كانت لما عرفت إنه أبو ابنها كان عايش كذبة كبيرة. متابعينا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك بالقناة لحتى يوصلكن كل شي جديد. وشكرا إلى اللقاء.